إلى الحرب الأمريكية على إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المنتخب الإيراني هو مرحب به للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026، لكنه أضاف أنه يعتقد أنه من غير المناسب أن يشاركوا من أجل حياتهم وسلامتهم، وذلك وفقا لوكالة رويترز. أكد الرئيس الأمريكي أن أولويته القصوى تتركز على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ومقللا من شأن المخاوف التي تتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة العالمية. ووصف ترامب على منصته تروث سوشيال إيران بإمبراطورية الشر، وقال إنه عندما ترتفع أسعار النفط فإن الولايات المتحدة تجني الكثير من المال، لكن الأهم بالنسبة له هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.